Hello guys, how are you doing? I hope you're all doing well. For today's video بما انه بقى أقل من شهرين تقدر تقولوا شهر وسمانة ولا بيكمل تكمل 2022 وندخل على 2023. بغيت ندير لكم هذا الفيديو اللي يوريكم كيفاش تستغلوا ما تبقى من 2022 وتنطلقوا انطلاقة جيدة وإيجابية وإنتاجية لسنة 2023. So let's get into it. فيديو كالعادة مقسم إلى 4 خطوات ولا تقدر تسموها 4 عادات. نبدأ بالأولى اللي هي أنه حاول تحقيق هدف ولا هدفين من الأهداف اللي كتبتها في بداية السنة. معناها كامل في بداية سنة 2022 ولا أي سنة جبنا ورقة وكتبنا فيها الأهداف اللي حابين نديروهم لهذه السنة، ولسبب ما قدرناش نحققوا هذه الأهداف ولا ما قدرناش نحققوها كاملة. دونك خاصة سبب الكسل اكسترا. دونك اذا كانت هكا لظروف انت ما قدرتش تتحكم فيها وما تسيطرش عليها، ما قدرتش تحقق هذه الاهداف اتس اوكي. مي اذا كنت متكاسل وتماطل وما قدرتش تحقق هذه الاهداف، ماذا بيك في هذا الشهر التالي تحقق 1 ولا 2 باه تتعود وتكون كما نقولوا حنا as I told you باه كي تدخل 2023 تكونوا متعودين وانه تكونوا كما نقولوا منضبطين، وما 2023 تبداوها انطلاقه منضبطه كما نقول. ثاني خطوه هي انه حاول تدخل عاده ايجابيه ولا 2 لحياتك خلال هذا الشهر المتبقي. ودونك as I told you عاده واحده سيفيزون، معناها ماشي شرط تدخل 4 عادات الى اخره، عاده واحده sufficient. دونك باه تبدا as I told you في الخطوه الاولى 2023 وانت فيك مكتسب عاده ايجابيه من 2022. وباي ذا واي راني كيما درت السمانه اللي فاتت فيديو فيه 4 عادات 4 عادات للاشخاص الناجحين يطبقوها في نهارهم، خلي لكم ديسكريبسيون تقدروا تشوفوه. ثالث خطوة هي تعرف ولا تحدد السبب اللي خلاك تفشل في تحقيق أهدافك لسنة 2022، سواء كان كسل، سواء كان أشخاص سلبيين، سواء كان كثرة السهر، سواء كان كثرة العادات السلبية إلى آخره. دونك أنت تحدد هذا السبب ولا هذه الأسباب اللي خلاتك ما تكونش منجز ولا اللي خلاتك ما تحققش أهدافك ولا ما خلاتكش تكملهم كامل. دونك الأغلبية تسيبهم 2022 كي تدخل عليهم ولا أي سنة جديدة تدخل عليهم يكونوا منجزين في الشهور الأولى، كي بعد كي يلحقوا على التالي يتكاسلوا كامل. هذا يقدر يكون سبب من الأسباب. دونك هذا مثال برك انت هذا سي تحدو وسي تتخلص منه باه ما يلحقكش سنة 2023 وما تعاودش نفس الغلطة اللي درتها في لاني باسي. رابع خطوة وهي أنه حاول تصلح علاقتك مع شخص تعني له ويعني لك، ركزوا على هذيك تعني له، معناه مش غير هو يعني لك، مش أي واحد يعني لك خلاص تروح تلصق فيه وتصلح علاقتك به، لا تعني له ويعني لك، معناها أنت مهم بالنسبة لي وهو مهم بالنسبة ليك، وتكون أنت اللي غلط في حقه ولا حاجة كيما هكا. معناها إذا كان عندك شخص يعني لك بزاف وانت تعرف بلي انت عزيز عليه وانت غلط في حقه اتس اوكي كي تقول له ام سوري ولا تصلح الغلطه تاعك اللي درتها معاه، بهاكا ما تقعدش متسيبارين نتوما زوج في 2023. دونك ما فيها والو اذا قلت للشخص اسمح لي، خاصه اذا كنت غلط في حقه. So that's all for today's video. هذا هما 4 خطوات اللي طبقوهم في هذا الشهر التالي، واصلا ما صعب، زعما سهلين التطبيق ونتمنى لكم سنة سعيدة وإن شاء الله يا ربي 2023 تكون سنة مليئة بالإنجازات والنجاحات لنا كامل. And see you in the next video.